تعال اما اقول لك النهارده ازاي الاهلي كسب بالاداء الخرافي والاداء العالمي ده، وكسب انبي بثلاثيه نظيفه زي ما كسب الزمالك باداء عالمي وخرافي بثلاثيه نظيفه. حاجه واحده بس وحط تحتها مليون خط: اللامركزيه. اعتقد ان انا من كام شهر قلت عشان النادي الاهلي يكسب لازم يكون اللعيبه مش كل واحد ماسك مركزه وبيلعب فيه، لازم يكون في اختلاف في المراكز طول ما الماتش شغال. اللامركزيه دلوقتي بقت اسلوب بيطبقه كل فرق اوروبا، وبقى يجيب مستويات ونتائج كويسه جدا مع معظم المدربين. في ناس كانت بتتكلم وبتقول ان تورب ملوش بصمه في ماتش الزمالك وانبي. لا، انا بقول لك ان تورب ليه بصمه مع الماتشين دول بالذات، بس مش معنى كده ان هو يفضل موجود. تاني حاجه، فن استغلال اخطاء الفرقه المنافسه. دلوقتي اللعيبه بقت تضغط من الخط الامامي عشان تعرف تستغل الفرص كويس، وده بقينا نشوف الثلاثي الامامي لهجوم الاهلي بقى يعملوا كده بسلاسه وبكل دقه. تالت حاجه، فن اختيار ترابط اللعيبه. يعني اللعيبه دلوقتي بقى في ما بينها وبينها هما بقى في زون قد كده. في الاول احنا كنا بعيد عن بعض خالص، لا اللعيبه بقت تعرف تستغل الاخطاء وبقت تعرف تخش ما بين الخطوط وبقت تعرف تباصي صح وتعرف تستلم صح. كل الحاجات دي ما اعتقدش انها اتعملت في يوم وليله. في الاول في الاخر، الف شكر للنادي الاهلي، الف شكر للجماهير الاهلي. متعتونا، وان شاء الله باذن الله نوصل لحاجه كويسه في الجوله الاخيره. السلام عليكم.